عايزاكي بقى بعد ما تشوفي الفيديو ده في البيت على طول تعملي بعد الفيديو ده لو رحتي المطعم عمرك ما هتتحايلي تاني على جوزك انك تطلبيها. وعلى ايه بقى هتطلبيها؟ لما ممكن في نص ساعة بس تكوني جهزتيها بطريقة سهلة وبسيطة وطعم ولا اروع من. يلا بينا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا ايه. يلا بينا. وهاتي بقى اول حاجه كده معانا ورق الالومنيوم. هنحتاج ورق الالومنيوم، وعايزه اقولك ده هيسهل عليكي كتير جدا. هنجيب كده واحده بالطول وواحده هنحطها كده في النص بالعرض بالشكل ده، وبعد كده هجيب عليها ورقه زبده برضه هحط واحده كده بالطول وواحده بالعرض زي ما انتم شايفين كده في النص. هكون بقى مقطعه كده طماطم وكمان بطاطس وكمان فلفل رومي زي ما حضراتكم كده شايفين بالشكل ده. هحطهم كده في نص الورق بتاعنا بالشكل ده كده، وهبتدي بقى ارش عليه كده شويه ملح وشويه كمان من الفلفل الاسود، ومش هنكتر من الوصفه بتاعتنا ما تبقاش حادقه معانا. هنحط كمان شويه من البهارات، وهبتدي بقى اقلب كل الخضار ده. طبعا تقدري بقى تضيفي اي خضار انت حباه. انا هنا اخترت البطاطس، بتدي طعم بقى حلو جدا جدا في الوصفه بتاعتنا، بجد بيبقى طعمها خطير. وبعد كده بقى حطيت ايه، كنت الصراحه نسيته يعني، بس انتوا عارفيني انا يعني ما بخبيش عليكم حاجه. كنت نسيت البصل، فقطعت كده بصلايه كبيره ورحت حطاها برده وقلبتها مع التوابل والخضار اللي احنا حاطينه. تعالوا بقى هنا هنجيب بقى البطل بتاعنا النهارده السجق. وهنا بقى السجق ده بيكون سجق بلدي من عند الجزار، ولازم الجزار يا جماعه كل مره اقول لكم يكون مصدر واثقين فيه جدا جدا جدا. وانا بقى هنا اخترت النهارده ان انا احط السجق كده زي ما انتم شايفينه كده صوابع، علشان ما يبتديش لو قطعته ينزل لي الدهون. هنزل كده بالشكل ده السجق وهحط عليه كده مكعبات صغننه جدا من الزبده لان هو بيبقى فيه دهون. وتعالي بقى يا ست الكل نقفل بقى ونكمر كده الورقه بتاعتنا القمر دي. عايزه اقول لكم بتبقى خطيره. طبعا هيوفر علينا كتير جدا، مش هنعمل بقى مواعين ولا اي حاجه. بصوا حاجه كده سهله وبسيطه. يلا بقى يا بناتي حبايبي، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. اقفل جدا الورق ده كده كويس جدا 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 واكمرها كويس. وهجيب بقى دلوقتي صينيه هبتدي ان انا اقلبها على الناحيه الثانيه، وابتدي احط فيها الخضار مع الورقه بتاعتنا مع السجق بقى كده بالشكل ده. هكون بقى مشغله الفرن على درجه حراره 180. هنزل الرف تحت شويه، سيبها تقعد في الفرن. هتقعد معانا بالظبط نص ساعه، مش هتاخد وقت طويل لان احنا عارفين ان السجق بيستوي بسرعه. وهفتح بقى، بصوا بقى الجمال والحلاوه بجد بقى خطيره. هفتح بقى كده، بصوا بقى والريحه عايزه اقول لكم، بصوا مخموره بس الريحه طالعه وريحتها حلوه جدا جدا. بصوا بقى الجمال، الخضار بقى مع السجق. هطلع لكم بقى السجق كده من تحت. بصوا اكله بقى خطيره. دلوقتي طبعا في المطاعم بتبقى غاليه عارفين، فطبعا احنا مش هنطلبها ولا هنجيبها اساسا ولا بقينا ناكل بره الحمد لله. طبعا ده بسبب الغلا الحمد لله. عايزه اقول لكم كمان احنا احسن من غيرنا بكتير. يا ريت يا ريت ما ننساش اخواتنا، ندعي لهم ان شاء الله ربنا يفك كربهم وينصرهم. جربوها يا بنات ان شاء الله هتعجبكم جدا. طريقه سهله وبسيطه وبجد طعمها خطير وبألف هنا وشفا. ممكن تقدروا تعملوها مع رز بشعريه، رز ابيض، مكرونه محمره، مكرونه بالصلصه، بتبقى حلوه جدا وبيبقى طعمها خطير. كنت معاكم مية امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.